محدش بيدوقها من ايدي ويصدق ان هي بيتي ومعمولة في البيت، لانها بجد زي بتاعت بره واحلى. الفكرة في شوية تكنيك بنعملهم في الوصفة، وهو ده سر المحلات مش اكتر. اول حاجة انا معايا نص كيلو من صدور الفراخ، انا غسلها كويس جدا بملح وليمون شرايح طولية بالشكل ده. لما ابتدي اجهز التتبيلة بتاعتي، عبارة عن كوباية مية هنزل عليهم بمعلقتين صغيرين من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقه صغيره من الشطه، وما تخافيش مش هتحرق معاكي الدنيا، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ونص معلقه صغيره من الفلفل. الكلام ده كله كويس في الميه، وهنزل بالفراخ بتاعتي على التتبيله الحلوه دي. والتتبيله دي يفضل ان هي تكون قبلها بيوم. بعد ما تبات ليله كامله في التلاجة بخرجها، وببتدي ان انا اطلع كل الفراخ بتاعتي دي من السايل ده. السايل ده هعمل ايه؟ هنزل عليه بكوبايه ميه عادي من الحنفيه، واقلبه كده كويس. معايا النهارده 3 كوبايات من الدقيق، ومش عليه اي اضافات خالص. بجيب الفراخ بتاعتي وبقلبها تقليبه كده سريعه في الدقيق، وبعدين بقوم منزله الفراخ على السايل اللي انا عاملاه معاكم دلوقتي، وبرجعها تاني على الدقيق دي. بقلب حوالي 20 مره، وبعدين بمسك حته فرخه من الطرف وبنفضها بالشكل ده، بيظهر معايا التعرجات، ومباشره بقوم نازله على الزيت السخن. التسويه بتكون اعلى حراره عندك، ما بهديش النار، هي اعلى حراره بتقعد حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق. بصفي بقى، بعد ما بصفي الفراخ بطلعها بقى في التقديم بتاعي، وده بتكون شكلها بالظبط اكنها جاهزه. طعمها يا جماعه ملوش حل. مجرد ما بمسك قطعه كده الفراخ بقطعها، بتقطع معايا بمنتهى السهوله، مش ناشفه في بقك. طعم التتبيله حلو جدا، نفس طعم بره واحلى. اتمنى انك تجربيها وتقولوا لي رايك فيها ايه. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا لكم، مع الف سلامه.